ان العلاقات بتمشي لوحدها. someone actually cares, someone actually gives a shit. ببقى داخله مكشره جدا، عامله كده بهلول في نفسي يعني. باي باي يا نور، مش لازم اني عنده. دي حاجه ممله جدا بصراحه، انا شخصيا ما اقدرش اعملها. بني ادمين بقت حاجه ضنك يعني. مش ما تقولوش انا بفتي ما بفتيش، بحاول اتحدى شخصيتي. God, that was really scary. معاه بتخلي العلاقه تبقى بيرسونال اكتر. بس انا بعملها عشان انا شخص طيوب وجميل وكده يعني. انا شخص معبر جدا في الحلو وفي الوحش. لا انت ما تقوليش كده، انت زي القمر. ما اقولش شعرك حلو وهو مش حلو. مرحبا بكم في حلقه جديده من منظور بنت عشرينيه مصريه، وكل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم. وبصراحه مبسوطه قوي رمضان ده ان موضه الكفتان انتهت، والموضه بتاعت الكنافه اللي بالحاجات الكتير دي برضو انتهت. حاسه ان الناس بقت يعني طبيعيه اكتر رمضان ده، فدي حاجه الحمد لله كويسه جدا. الحاجه التانية، دي الحلقه التانية من السلسله اللي انا قررت اعملها في رمضان عشان تبقى مفيده للناس، بما ان محدش فينا بيحب يقرا كتب. مش فينا، فيكو. انا بحب اقرا كتب بصراحه يعني. الكتاب بتاع النهارده هو اسمه How to Win Friends and Influence People، وده معناه ازاي تكسب اصدقائك وازاي تأثر او تكون مؤثر في حياة الناس. طبعا يعني هاخد نفسي ريفرنس في الفيديو كله. فاول حاجة او اصلا الكتاب بيتكلم عليها، بيتكلم على الكريتيسيزم او على الانتقاد. وحاجة من الحاجات اللي انا لاحظتها في علاقاتي مع صحابي على مدار السنين، ان انا ما شاء الله يا جماعه قولوا الله اكبر، انا صحابي كلهم اعرفهم من ايام المدرسه ولسه صحابي لحد النهارده. فاحنا بنتكلم في صداقات بقالها يعني من 10 سنين ل15 سنه. وانا بحس ان انا دايما في علاقاتي مع صحابي ما بنتقدش حد خالص، ما بنتقدش مين بيعمل ايه يعني. ما يعني عشان اوصل لمرحله ان الانتقاد بيبقى دايما في وسط العتاب، وما بوصلش للمرحله دي غير لما بتعصب قوي 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 يعني من حاجه معينه، او احس ان في حاجه بتحصل غريبه او حاجه انا مش مفهومه يعني. فحتى انتقادي ده بيبقى جزء من ان انا عايزه افهم ليه ده حصل. بس الانتقاد اللي هو عمال على بطال ده انا ما بعملوش بصراحه، وما بعملوش في حياتي كلها. ودايما كانت ماما يعني الله يمسيها بالخير تقول لي الراجل مش بيطفش من الست النكديه، الراجل بيطفش من الست النقاده اللي طول النهار تنتقده. تقول له انت بتلبس كده ليه، انت بتتكلم كده ليه، انت بتعمل كده ليه، انت بتعمل ايه، انت ايه. مش النكديه يعني، ممكن تكون فرفوشه بس بتنتقده برضه هيزهق منها ويتخانق منها. وطبعا الكلام ده يعني it goes for both ways. في برضه رجاله بتقعد تنتقد مراتاتها كتير قوي يعني. انت بتلبسي كده ليه، انت بتعملي كده ليه، انت بتحكي بصوت عالي، انت بتحكي بصوت واطي، انت. فالموضوع ملوش علاقه بالنكد، هو ليه علاقه بانت تحس ان حد مركز قوي في كل حاجه وكل حاجه بتضايقه يعني. كل حاجه هو عنده استعداد ان هو يقولها اوت لاود، فيوصل لك رساله ان هو متضايق من الحاجه دي. لان الانتقاد عمره ما بيكون يعني، ما نقدرش نقول على النقد ده انه شيء ايجابي الا لو جه بقى في صورة نصيحة وكده. بس لو نقد جاي في صورة نقد فهو دايما بيبقى حاجة محتاجة صدام كده. فلو انت بتحاول تكسب الناس اللي حواليك او تحببهم فيك او تكون مؤثر في حياتهم، حاول ما تكونش شخص شديد النقد. دي اول نقطة. النقطة التانية برضو واللي لاحظت ان انا بعملها، بس انا بعملها عشان انا شخص طيوب وجميل وكده يعني، مش بشكر في نفسي والله، بس انا فعلا شخص معبر جدا. وزي ما انا بعرف اعبر لكم كده في الفيديوهات عن افكاري وخواطري وحكاياتي وبابا غنوجي وسلطاتي، فانا كمان بعبر للناس اللي حواليا جدا يعني. انا شخص معبر جدا في الحلو وفي الوحش يعني. في الزعل بتلاقوني بعرف اطلع الاحساس اللي جوايا بالظبط، وفي الحلو برضو بعرف اعمل كده. فكنت بلاحظ ان دايما بيبقى فيه استغراب من الناحية التانية، اللي هو ان 2 صحاب مثلا اقعد اقول لصحابي كلام حلو، لا انت ما تقوليش كده، انت زي القمر، مش عارف ايه يعني. الكلام كده يرفع من النفسية، وبجد بيبقى من جوايا. انا شخص مش مجامل، انا شخص دبلوماسي ولكن مش مجامل يعني. الشخص اللي ما بحبوش او يعني ما اقولش الجاكيت ده حلو وهو مش حلو، ما اقولش شعرك حلو وهو مش حلو. هقول لك شعرك حلو لما يبقى حلو عشان نبقى متفقين مع بعض يعني. فانا شخص مش مجامل، انا شخص يعني يحب لما يشوف حاجه حلوه بيقولها، بالذات في الناس القريبين مني يعني. حتى في الحاجات اللي هم يبقوا فاكرين ان محدش مركز فيها
يعني لو عملت حاجة، قالت فكرة ذكية، عملت حاجة ملهاش علاقة بالشكل والمظهر وكده، حاجات دي بشوية الناس ما بتبقاش أصلا حاسة إن الناس واخدة بالها منها. فلما بتحس إن إيه ده، في حد واخد باله إن أنا ذكية، إيه ده حد فيه واخد باله إن أنا عملت حركة حلوة، عملت حركة ذوق، مش عارفة جبت هدية في حاجات كده حتى لو بتجيلك بشكل يعني على شكل مجاملة، بس بتبقى حلوة لان انت بتحس انها تفصيلة صغيرة قوي فيك، فان حد يبقى مركز فيها معناها ان الحد ده مهتم بيا، فانا بالتالي هبتدي ابادله نفس الشعور. تالت نقطة بقى دي مهمة جدا يا جماعة ان انتوا تفهموها، لان فعلا في ناس فاكرة ان العلاقات بتمشي لوحدها، انه احنا عشان صحاب فالعلاقة دي هتكمل لوحدها، او انا مش محتاج ان انا احط مجهود باي شكل من الاشكال، احنا صحاب، او احنا يعني ايا كان، حتى لو صلة قرابة اسرية او حاجة في العيلة يعني اخوات مثلا او كده، ان العلاقة هتمشي لوحدها وهتبقى علاقة حلوة لوحدها لمجرد انها موجودة. بس اللي في ناس كتير قوي بحس ان هي مش فاهماه، ان العلاقات محتاجة مجهود، محتاجة منك ان انت تحط فيها effort. فلما يكون شخص قريب منك وانت عارف ان هو عنده اهتمامات معينة او عنده اهداف معينة، حلو جدا منك ان انت عشان تقرب منه وتعمل بوندنج اكتر للعلاقة دي، او حد انت بتحاول تقرب منه، ان انت تشوف اهتماماته دي فين، وتكرس جزء من حياتك، من اسبوعك، من يومك، من ايا كان، ان انت تدي اهتماماته دي اهتمام، تدي اتنشن لحاجة هو بيحب يعملها، حاجة هو عايز يوصل لها، حاجة هو نفسه في مساعدة فيها، ايا كان. يعني نفترض انه حد مثلا كان قاعد بيتكلم معاك من صحابك، او حد انت عايز تقرب منه، عايز تبقى صحاب معاه، عايز تأثر في حياته بشكل ايجابي، وبيقول لك مثلا انا بفكر اخد كورس في المادة الفلانية او الحاجة، بيحاول يتعلم حاجة جديدة، فانت مثلا كنت بتدور مش عارفه، لقيت في النص كده لقيت كورس حد مشهور عامله ببلاش، مش عارفه منصة مشهورة عاملاه ببلاش، فبعت له اللينك، فهو يبتدي يحس ايه ده، في حد مهتم ان هو يساعدني في اهتماماتي انا، حد ملوش مصلحة يعني، حد مهتم بيا انا، عايز يساعدني في حاجة بتاعتي انا. فدي حاجة بجد بتخلي الشخص يحس انه انت اولا شخص هيلفل، يعني شخص عنده استعداد ان هو يساعد الاخرين او يساعد حد في حاجة، وتاني حاجة بيحسسه انه في حد مهتم بيه، someone actually cares, someone actually gives a shit about what I like to do in my life, someone actually gives a shit about my interests. يعني فاهمين؟ فدي مش حاجة الناس بتركز معاها، دايما بحس ان كل واحد انت بتحب كذا وانت عايز كذا وانت عايز كذا، بس طب ما انا كمان عايز، طب يشوف بقى حد يدينا، يشوف حد يساعدنا كلنا. انما العلاقات اللي بجد عشان تبني علاقات صحية وتبنيها على ارض صلبة، لازم تحط شوية مجهود. لو عايز تعلم في ذاكرة اي حد، الكتاب بيقولك في النقطة دي بالذات، ان انت لما تبقى قاعد مع اي حد جديد وعايز تعلم معاه، يعني عايز ان هو يروح يفتكرك كده، ويبقى عايز اكتشلي ان هو يتكلم معاك تاني ويقرب منك اكتر، لازم تخلي الكونفرسيشن ماشية ناحية ان هو يخليه هو يتكلم عن نفسه، انت اسأله تعملوا ايه بقى في شغلكم، انا طول عمري نفسي اعرف الملاحة دي شغالة ازاي، احكي لي بقى انتوا بتعملوا ايه، يعني يومكم ماشي ازاي، بتعملوا ايه في الشغل، طب وانت، انا عارفه ان انت بتروح الجيم الفلاني ده، انا برضو سمعت عنه ان هو كذا وكذا، طب ما تقولي الجيم ده فيه ايه ومين بيروحوا. be genuinely curious about people، يعني خليك فضولي بدرجة طبعا معقولة وبدرجة مناسبة، انه انت تحسس اللي قدامك ان انت مهتم تسمع منه، بس مش فضولي لدرجة انك تحشر مناخيرك في حياته. يعني خليك برضو انسان حساس، يعني خلي عندك بالانس كده ما بين الفضول وما بين ان انت تحسسه ان انت مهتم تعرف يومه ماشي ازاي، حياته ماشية ازاي، بيعمل ايه في شغله، يعني اكنك انت يعني بتفتح مواضيع، ولكن خليه هو يتكلم عن نفسه الجزء الاكبر. بس ده وتأمنوا بالله، انا هحكي لكم قصه قصيره جدا. انا اول ما بدات اروح الجيم اللي انا بروحه ده، انا كنت دايما يعني عشان بدايه اول ما بروح وكده، والجيم جديد مبقاش عارفه حد فيه، فبقى داخله مكشره جدا، ببقى داخله مديه وش يعني مش احسن حاجه خالص بصراحه. وكانت الناس بتبادرني يعني، او مش بتبادرني، بتبادلني نفس الرياكشنز، يعني اكشر في وش حد يكشر في وشي، هيعمل لي ايه يعني. فبعدين بعد فتره في بنت عملت معايا اي كونتاكت، كنت بشوفها على طول، بشوفها كل يوم. عارفين انتوا لما بتبتدوا تشوفوا حد كل يوم وكده، بيبقى الموضوع يعني اللي هو خلاص بقى وصلتوا لمرحله انتوا ممكن تسلموا على بعض. فمره ابتسمت لي كده، فقمت ضحكه لها،
فكرة فكرة انت شكلك لذيذة، يعني انت ليه على طول مكشرة وكده؟ قلت لها والله انا لذيذة، والله انا معرفش، انا دايما ببقى مديه وش خشب كده في الاول لما بكونش لسه مرتاحة في الانفايرمنت يعني. وقعدنا نتكلم ومش عارفه ايه ونسولف وبتاع، والدنيا بقت جميله وبقت صاحبتي، وبقينا كل ما اروح الجيم اسلم عليها وتسلم عليا وبتاع. اكتشفت قد ايه الموضوع بسيط، ان الواحد يضحك او يبتسم في وش حد، ان ده ممكن يفتح conversation او ممكن يخليهم عامه يفتكروك بان انت شخص مبتسم، يعني شخص بتضحك. يعني دي حاجه في حد ذاتها ممكن تدي positive vibes لحد انت متعرفوش. فبقيت دايما اخلي بالي وانا قاعده في اي مكان او اي قاعده او مع ناس سواء اعرفهم او معرفهمش، ان انا حتى لو مبلمه او مش مركزه او كده ابقى قاعده اللي هو ايه، عامله كده. وبقى الموضوع اوتوماتيك، يعني مبقتش بفرض نفسي ان انا هبقى قاعده زي الهبله يعني، لا بس هو بقى من جوايا. بقيت احاول اخلي وشي مبتسم مش مكشر، يعني بدل ما بقى الديفولت بتاعي ان انا مكشره، يبقى الديفولت بتاعي ان انا مبتسمه، حتى ابتسامه خفيفه كده، اللي هو مش لازم ابقى قاعده يعني بهلول في نفسي يعني. مين بهلول ده اصلا؟ دي حاجة بقى أنا اتعلمتها وبعدين لقيتها في الكتاب، يعني اتعلمتها الأول بعد كده لقيتها في الكتاب، ومكنتش عارفة إن هي اتس ثينج. يعني لما رحت النادي بتاع الأغنياء بتاع التنس ده، فاكرينه؟ علمونا هناك إن إحنا لما نيجي يعني نستقبل أي ممبر أو أي عضو من أعضاء النادي، لازم نستقبلهم بأساميهم. يعني ما ينفعش أقول له مستر ومسز كده وخلاص، لازم أقول له مستر كذا أو مسز كذا. ما ينفعش إن أنا أقول لهم كده عشوائي، يعني مستر ومسز كده. واكتشفت بعد كده ان انت لما بتعمل كده بتخلي العلاقة تبقى بيرسونال اكتر، ويبقى فيها احترام وتقدير للستاتس بتاعت الشخص ده. ففي العموم انت لما تبقى قاعد في قاعدة، حتى لو انت جديد عليهم، وتبتدي تلاقي حد لقط اسمك وابتدى يقولك اسمك، انت بتحس احساس حلو، تحس ان حد ده افتكرك، تحس ان انت علمت معاه. فانت لما تدي الاحساس ده لحد، فهو كمان هيحس ناحيتك بالاحساس الحلو ده. فده اللي انت عايزه عشان توصل في الاخر لنتيجة ان الناس دي تحبك، او الناس دي تتأثر بوجودك، او الناس دي تحس ان انت شخص عندك ذكاء اجتماعي. يعني حد عارف قاعد مع انا دلوقتي قاعد مع فلان وفلان وفلان، انا قاعد مع نور ومريم وريم وكذا وكذا وكذا. ولما اجي اسلم عليهم وانا ماشي اقول باي باي يا نور، باي باي يا نور، it was very nice to meet you، انا سعدت جدا بلقائك. انت تمشي حاسس ان انا حتى لو انت مش مهتم كنت تعرف اسم الشخص ده، مجرد ما هو قالك اسمك انت تبقى عايز تعرف ده مين. مين بقى اللي لسه مسلم عليا ده؟ انت طب خلاص انت كده عرفت مين، انت كده الشخص ده علق معاك. انما لو الدنيا ما عندك ايه يا باشا وايه يا حبيبي وايه يا صاحبي وايه يا مزه وكده، فانت في العنب يعني. حاول تكون مستمع جيد، حاول تكون مستمع اصلا. يعني معظمنا بصراحه يعني بيتكلم اكتر ما بيسمع، ودايما في معركة فرض الآراء دي، وفرض ان كل واحد مين هيتكلم اكتر ومين هيحكي قصص اكتر ومين مش عارف. حاول تبقى انت on the other side of the spectrum، يعني حاول انت تكون الشخص اللي قاعد بيسمع. اولا انت لما بتسمع اكتر بتستفيد اكتر واحد من القعدة كلها ومن الكلام اللي اتقال ده كله، وبتعرف تقرا الناس احسن وانت سامعهم ومش بتبارتيسيبيت في الحوار، انت قاعد سامع بس. وتاني حاجة بالنسبة للconversations الوان تو وان، انت لما بتقعد وتدي اهتمام، حتة attention كده من عندك، ان انت تقعد وتسمع حد من غير ما تقعد تقاطعه وتعلي عليه كل شوية، والعادات بقى بتاعتنا اللي مش لذيذة قوي دي، انت بتدي الشخص ده احساس بان انت مهتم تسمع هو عنده ايه يقوله، مش فكرة بس ان انت عايز God, that was really scary. انا بخاف قوي من الحاجات الفجائية دي، يعني الساعة 5 الفجر مين بيعمل ايه بره؟ حتى لما يكون في وقت خناق او وقت كونفليكت او وقت انت بتجو باك اند فورث مع حد وعمال تتناقش معاه وتتخانق معاه وكده، لما تيجي في لحظه كده في النص في المكالمه كده، عارفينها المكالمه اياها دي، لما تسكت وتسمع الشخص اللي قدامك بيقول ايه من غير ما تقعد معاه، هتبتدي تحس منه ان هو لقط ان انت هديت، ولقط ان انت ابتديت تسمع هو بيقول ايه. وممكن يبتدي ساعتها بدل ما تبقى خناقه يبتدي يبقى في حوار، يبتدي يبقى في خلاص احنا ايه ده، احنا بدأنا نسمع بعض. ففكره ان انت تهدأ وتسمع او تسكت وتسمع في مكان فيه ناس كتير، او ان انت تسمع ان جنرال حد بيحكي لك حاجه، حد بيحكي لك مشكله، حد طالب رايك في حاجه، اسمعه كويس عشان تعرف ترد. ما هو انت لو ما سمعتش وما فهمتش هو بيقول ايه انت مش هتعرف ترد. فخليك مستمع جيد. وعامة دي صفة من صفات الناس الأذكياء،
ان هم دايما بيسمعوا اكتر ما بيتكلموا بكتير. يعني ممكن يقول كلمه كل نص ساعه، ودي حاجه ممله جدا بصراحه، انا شخصيا ما اقدرش اعملها. بص دي من اكتر الحاجات المفضله بالنسبه لي بصراحه. بحب قوي لما اروح مثلا اتغدى عند ناس او افطر عند ناس بمناسبه رمضان، يعني بحب قوي لما يقولوا على الغدا كده واحنا قاعدين مين بيحب الورك ولا الصدر، فيقولوا اه نور بتحب الورك. فبحس ان هم افتكروا حاجه عني او اتكلموا بلساني عن حاجه انا فعلا بحبها، او انا فعلا دي من تفضيلاتي. يعني طبعا ده مثال على سكيل صغير قوي، يعني انت ممكن يكون في حاجات اكتر من كده بكتير. ممكن نبقى قاعدين بنتكلم مثلا كلنا بنتفق على مكان نروحه، فانا اقول مثلا لا والله ده ريم ما بتحبش تقعد في الخنقه عشان هي بتحب الاوت دور وكده، فخلينا نروح مكان اوت دور. دي من اكتر الحاجات اللي بتعلم مع الناس يا جماعه. طبعا هو ده جزء من الحاجات اللي قلتها لكم في الكام نقطه اللي قبل كده، ان برضو اهتمامات الناس وان انت تلاحظ حاجات فيهم وفي شخصياتهم مش اي حد بيلاحظها، وحتى لو حد لاحظها ومش هيتكلم فيها ومش هيعبر عنها، انت خليك الشخص ده. دي الطريقه الفعليه ان انت ازاي تاثر في حياه البني ادمين. تاثر في حياه البني ادمين ده مش ان انت تبقى شخص كول وجامد وروش طحن وبتعمل حاجات وبتعمل حركات بنت لذينه، لا. ان انت تبقى مؤثر في حياه الناس هي ان انت تبقى فعلا في حياتهم، فعلا في اهتماماتهم، فعلا في الحاجات اللي بيحبوها، فاهمهم وفاهم شخصياتهم كويس. كل الناس بلا استثناء بلا استثناء تقريبا، انا ممكن اكون الاستثناء الوحيد اللي بيحبوا يحسوا ان هم مهمين. انا ما بحبش احس ان انا مهمه، لان انا ما بحبش، يعني ما بحبش تسليط الضوء عليا. يعني انا من اكبر التحديات اللي في حياتي حاليا اللي انا باخدها ان انا بعمل السوشيال ميديا دي، لان السوشيال ميديا دي خلاص اللي بيتفرج على الفيديو بتاعك، بيتفرج على المحتوى بتاعك، بيكومنت عليك، بيعمل لايك او ديسلايك او ايا كان، فهو عليك. فده بالنسبه لي تشالنج، انا بحاول اتشالنج ماي اون شخصيه، بحاول اتحدى شخصيتي، اتحدى طبيعه شخصيتي يعني. بس في العموم عشان ما نخليش برضو الموضوع عليا قوي، الناس بتحب تحس انها مهمين. فانت لو عايز تحبب حد فيك او عايز تقرب منه بشكل ما، لازم تحسسه ان هو مهم في حياتك. طبعا مش يعني احنا مش بنتكلم في العلاقات العاطفيه. العلاقات العاطفيه اللي انا بقوله ده، العلاقات العاطفيه ليها قواعد اخرى او ملهاش قواعد اصلا، بس هي حدوته تانية. انا بتكلم في الحياه الاجتماعيه، الناس بتحب تحس انها مهمه. فانت شوف الطريقه اللي تقدر تحسس بيها الشخص اللي انت بتتعامل معاه ده ان هو مهم، سواء بان انت تفتكره في يوم حافل جدا ويوم بيزي جدا، او ان انت تبعت له رساله تطمن على حاجه معينه هو كان بيعملها او هو كان قلقان منها، او ان انت تبقوا رايحين مكان كلكم عاملين بلان عاملين خطه، فتقول لهم لا الشخص ده لازم يجي، فالشخص ده يحس ان انت لا الخروجه دي مش هتنفع غير بنورهان، الخروجه دي مش هتنفع غير بتنجان. حسسه ان هو مهم. ده جزء اساسي عشان تكتمل الحلقه بتاعتك كلها. لازم تحسس، ممكن تكون بتعمل كل الحاجات اللي انا قلتها اللي فاتت دي، بس في الاخر بتعامله او بتتعامل بشكل يعكس كل الحاجات بقى العواطف اللذيذه اللي احنا قلناها دي. فلازم تحسس الاشخاص اللي انت مهتم تدخلهم في حياتك وتأثر في حياتهم ان هم اشخاص مهمين بالنسبه لك. اظن ده اسهل نقطه في الموضوع، ده اسهل شيء في اللي انا قلته ده كله. اخر حاجه بقى احب اقولها لك، ودي بجد من واقع خبره ومن واقع الكتاب برضو، عشان ما تقولوش انا بفتي ما بفتيش، ده في الكتاب. انه لما تحط نفسك مكان الاخرين ولو بنسبة صغيرة، بتقدر بحد كبير ان انت تستوعب الحاجة اللي هما بيمروا بيها او طريقة شخصيتهم او طباعهم او ايا كان عاملة ازاي. ان انت تحط نفسك مكانهم او تحاول تفهم هما where are they coming from، ده شيء بيخليك تجتاز صعوبات كتير قوي في العلاقات الإنسانية والاجتماعية وحتى العاطفية. يعني this goes برضو للرومانتك relationships، ان انت تبقى فاهم طبيعة حياة واللايف ستايل وطبيعة الشخصية التانية دي، وتحط نفسك مكانهم في مواقف معينة اتفهمت غلط، او ممكن هم يحسوا ان الناس كلها فهمتهم غلط وانت الوحيد اللي فهمتهم صح عشان انت حاسس او حاولت تحس بيهم. طبعا احساس لا يوصف، احساس غير ان هو هيعود عليك بتقدير من الشخص الاخر، هو هيعود عليك انت بان انت هتعرف تخلي صداقاتك عميقة ومؤثرة وطويلة الامد. الناس اللي بتقف لبعض على الواحدة دي من غير ما تقعد تحسبها بالشخص ده، طيب هو مر بايه، طب ما يمكن لما عربيته عطلت حصل كذا فمعرفش يجي فمعرفش يتكلم طبعا بدون خلق مبررات يعني ملهاش لازمه للناس، لان طبعا ده في الاخر بيجي علينا احنا بخساره. بس لما يكون في عذر حقيقي، حاول تلتمس للشخص ده هذا العذر، ولو هو في طبع معين او في عيب معين في شخصيته، ما نجيش عنده بقى وان مش لازم اني عنده
عادي، عدي الدنيا، كلنا فينا عيوب وكلنا فينا حاجات. في حاجات انت تقدر تتعايش معاها، وفي حاجات الصحاب كلها بيعملوها مع بعض، والناس في الاجتماعات كلها بيعملوها مع بعض. ففي حاجات انت تقدر تعدي. الناس اللي هي واقفه بالوحده دي، اللي هو لا انا الصاحب الجدع، انا قاري في الكتيب ان الصاحب الجدع ما بيعملش كده. انت لو مشيت كده صدقني صداقاتك كلها مش هتعمر سنه ولا سنتين على بعض. وهو الموضوع مش فكره ان انا اخلي صداقاتي كلها تعدي ال20 سنه ابقى انا كده قفلت الموسوعه، لا هو مش ده الهدف. الهدف ان انت الناس اللي انت عارف ان هم بيحبوك بجد، they care about you بجد، وانت كمان بتبادلهم نفس الشعور، حاول تخلي تكيب الناس دي في حياتك. محدش لاقي دلوقتي البني ادمين بقت حاجه ضنك يعني. فلما انت تلاقي اشخاص كويسين في حياتك، حاول تلتمس لهم الاعذار، حاول تعدلهم، حاول تمشي الدنيا عشان هم كمان يمشوا لك، لان انت هتيجي في يوم وهتغلط وانا بقولها لك. فدي من اهم الحاجات اللي انت محتاج تسيستم نفسك عليها، ان البني ادمين كلهم خطاين، البني ادمين كلهم في الاخر بشر وبيغلطوا ولسه هيغلطوا كمان. فانت عندك حل من الاتنين، يا تنهي العلاقة مع اول حاجة تخنقك، يا اما تعدي وتفوت طالما الحاجة دي مش مؤثرة عليك ومش منعكس عليك بشيء سلبي. فاتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الكتاب. وطبعا انا عارفه ان انا لخصته جدا، بس لو انتوا في ايديكم انتوا تقروا الكتاب ده طبعا اقروه، الكتاب ده فظيع يعني، وبالذات للناس اللي عندها الاهتمامات دي، اللي هي اهتمامات زي الاهتمامات بتاعتي يعني. فاتمنى تكونوا اتبسطتوا، واشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله من منظور بنت عشرينيه مصريه. يلا باي باي.